أعزائي المشاهدين، نعود معكم من جديد. سوف نتعلم اليوم الضمائر الشخصية. جناب كسانا. تقسم الضمائر الشخصية إلى قسمين رئيسيين: واحد الضمائر الشخصية الصحيحة جناب كسانا ين خورو. اثنان الضمائر الشخصية المعتلة جناب كسانا ين طواندي. تقسم الضمائر الشخصية الصحيحة إلى 3 أقسام: ضمائر المتكلم وهي as أم. أز بمعنى أنا، وأم بمعنى نحن. أما ضمائر المخاطب فهي دو هون. دو بمعنى أنت، أنت، وهون تأتي بمعنى أنتما، أنتم، أنتن. أما ضمائر الغائب فهي أو. طبعا هما متشابهان جدا، ولكن يختلفان في المعنى من خلال سياق الجمل. أو هي للمفرد بمعنى هو أو هي الشخص الغائب، أو الثانية هي أيضا للغائب ولكن الجمع ما فوق الاثنان وما فوق: هما، هم، هن. نأتي الآن إلى الضمائر الشخصية المعتلة. الضمائر الشخصية المعتلة أيضا قسمناها إلى 3 أقسام حسب الشخص: ضمائر المتكلم من أي أنا، ما بمعنى نحن، ضمائر المخاطب تا، و تا بمعنى أنت، أنت، و بمعنى أنتما، أنتم، أنتن. أما ضمائر الغائب فهي وي بمعنى هي، وي بمعنى هو، وان، هما، هم، هن للجمع. شكرا لحسن استماعكم.